الكيكة طلعت طعمها جميل منتهى الجمال، والقرفة عاملة شغل عالي قوي. القرفة مع التفاح حاجة كده تحفة، ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده في منتهى الجمال. جميلة 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 والسكر بتاعها مظبوط وطالعة في منتهى الجمال. تعالوا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. تمام، المقادير بتاعت وصفتنا النهاردة للكراميل: هنعمل نص كوباية سكر، هنحط عليها 4 معالق زبدة، وهنرفعها على النار تتكرمل، وهنقطع التفاح نرصه في الصينية، وبعد ما السكر يتكرمل هنحطه على التفاح. وبعد كده هنعمل الكيكة، عبارة عن كيكة عن كوباية ونص دقيق، وكوباية سكر، ذرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة قرفة صغيرة، ربع معلقة كده صغيرة قرفة، عشان مع التفاح بتخلي الطعم خرافة والطعم بيبقى تحفة. تمام، وهنحط 4 معالق زبدة، وكوباية عصير تفاح او عصير او حليب. لو ما عندكيش عصير تفاح يبقى كوباية حليب. والكوباية اللي هتستخدميها في المعايير هي في نفس المعيار كله. تمام، هي اللي هنعاير بيها الدقيق، اللي هنعاير بيها السكر، هتبقى هي كل المعيار بيها هي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا النهاردة اتعملت ازاي. هنكرمل الاول السكر. هرفع حاجة على النار وهحط فيها السكر، ومش هقلبه غير لما حروفه تبتدي تتكرمل. تمام، نهدي عليه النار ونسيبه لما يتكرمل خالص. نكرمل السكر كده، نديله اللون الذهبي كده يبقى حلو، ونوطي عليه النار خالص عشان ما يتحرقش مننا ويمرر. تمام، ياخد اللون الذهبي دوت. بعد كده هنحط عليه الزبدة ويبقى كده جاهز معانا. ويا حبذا بقى لو رشينا عليه رشة قرفة صغيرة، القرفة مع التفاح بتخلي الطعم خرافة. هنحط لها بقى الزبدة. تمام، نحط 4 معالق زبدة. كده تمام، خلاص السكر اهوت حطينا عليه الزبدة وخلص كده. كده انا قطعت معايا هنا 4 تفاحات كبار، هنزل عليهم بصوص الكراميل كلهم كده، هغطيهم بصوص الكراميل، وبعد كده هعمل العجينة بتاعت الكيكة. تمام، كده هناخد بقى ايه صوص الكراميل وندهن التفاح كله كده، نغطيه كله بصوص الكراميل والزبدة. تمام، تمام، كده كده هنعمل بقى الكيكة. هنحط 4 معالق سمنة أو زبدة. تمام، هنضربها مع السكر،
مع كوباية سكر. وهنضربهم كويس لحد ما يعمل قوام فومي كده. هنكسر عليهم بيضتين، كوباية سكر ولا 4 معالق سمنة او زبدة، هنحط عليهم بيضتين. وكيس فانيليا، ونكمل خفق. نحط معلقة خل. هحط بقى معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام. وهنزل عليها بكوباية ونص دقيق من نفس المعيار اللي عايرت بيه السكر. تمام، كوباية ونص دقيق منخول. تمام، انا نخلاه وهنزل كده على طول بيه. تمام، هحط كمان نص معلقة قرفة كده اهو صغيرة، نص معلقة قرفة مع الدقيق. تمام، وهنضرب بقى كله مع بعضه كده. وبعد كده نحط كوباية لبن او عصير برتقال. هضيف بقى كوباية الحليب كده واحدة بواحدة، حبة بحبة كده، ونضرب ننزل بحبة حبة ونضرب لحد ما نوصل للقوام المطلوب. خلاص كده وصلنا للقوام المظبوط. تمام، اللي هو القوام الكيكه العادي. تمام، عايزه اقول لكم ريحه القرفه مخليه ريحه العجينه بتاعه الكيكه تحفه، ريحتها جميله جدا. تمام، طبعا انا مولعه الفرن قبلها ب10 دقايق. هنصب بقى هنصبها كده على التفاح. تمام، تمام كده. نخبطها خبطتين كده، نطلع الهواء منها. تمام، وندخلها فرن لمدة 45 دقيقة لحد ما تكمل النضج بتاعها. تمام، لمدة 45 دقيقة. أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وبألف هنا على قلوبكم. وكنت معاكم رحاب حسين.